قبل الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا 200 سنة. شوف خلينا نتفق بالبداية، أو خليني أعطيك معلومة بسيطة جدا. السلام عليكم. حكام بلاد فارس مثل ما ذكر نظام الملك الطوسي في كتابه، كانوا يعني فيهم عدل غير طبيعي اللي قبل. وش الإشكال هذه؟ فهذا الأمر تاريخي بغض النظر. ادخل في السالفة يا جماعة. لحظة لحظة، ترى السالفة اليوم والله العظيم شيء يعني خرافي. كان في حاكم اسمه بهرام جو. بهرام هذا كان حاكم بلاد فارس قبل الهجرة تقريبا 200 سنة. صارت له سالفة، عمره كان صغير، يعني يقول لك انه توفى تقريبا عمره 35 36 سنة. تخيل يعني بالحكم هو كان صغير. كان عنده وزير اسمه روشن. حكم صغر سنه الرجال كان لاهي، انت يا بهرام كان لاهي يعني الحكم، وما عنده يعني تعرف اللي كله صيد وطلعات وشاط في الحكم شطف. استغل الموضوع هذا روشن. فجاء روشن بحكم انه هو رئيس الوزراء بالموضوع هذا. جاء الوزير الداخلية. وزير الداخلية عندهم اللي تعرف النظام اللي يمسك السجناء ويسجنهم وهذا كل الامور هذه عنده. قال له اسمع يا طويل العمر، قال سم، قال اي قضية تجيك حولها علي. قال لي انا متخصص بالامر هذا. قال انا ايش قلت لك؟ اي قضية تجيك حولها علي. فقال الوزير سم طال عمرك ابشر، بحكم انه قريب يدري ان روشن هذا قريب من بهرام فما يقدر انه يدخل بينهم. فقال يا ولد كفايه الشر، خلني اي شيء يجيني حوله. فقام هذا عطى زمام الامور، هذا الوزير عطى زمام الامور كلها المنو الروشن. روشن طال عمرك اشتغل على الدوله شغل غير طبيعي. قام يمسك الناس ويمسك التجار، واذا شاف له رجال هامور يعني بالبلد وموجود وهذا ويشتغل عنده فلوس كثيره، قال له ايش رايك اشاركك النص بالنص، خلاص تطلع وانت اعفيك من الضرائب والامور. واي واحد ينسجن من كباريه الدوله يدخل عليه يقول له حبيبي ادفع ومالك شغل توكل على الله. قال له قضيه لا لا مالك شغل عندي وتوكل على الله. ياخذ فلوس ويصرفه. فصارت الفلوس ما توصل الى ميزانيه الدوله، وين توصل؟ الى ميزانيه روشن. الوكاد لعب لك بالدنيا لعب. بهذه الاحداث وبهذه الايام طلع حاكم صغير من حكام بلاد فارس اللي يتبع البهرام وسوى انقلاب. قال انا رجال بنقلب على بهرام. بهرام تلفت حوله يمين ويساره. قال منو هذا اللي بيسوي علينا انقلاب؟ قالوا فلان بيسوي عليك انقلاب. قال هذا يسوي، جهزوا الجيوش. اقول لكم شيء، افتحوا الميزانيه خلينا نشوف كم عندنا فلوس. يوم فتح الميزانيه اقشر ما عليه، يوم طالع ولا فلس. يا الربع شلون الفلوس كذا؟ كلهم ساكتين ما يقدرون يقولون شيء. روشن نتف شواربهم. سال اللي حواليه يا الربع يمين يسار، قالوا والله ما ندري الفلوس وين. قال بجهز الجيش هذا بينقلب علي. الحين الجيش وش يعطيه؟ وش وكل الجيش؟ قال يا ولد وكلوا اللي تبي. هو تنقلب فيه الدنيا ويكلم روشن. قال روشن والله ما ادري يا اخي الميزانيه، انت لاهي بالصيد طال عمرك. قال هالصيد اللي ما ادري شلون طلع لي هالسالفه هذه، بس تدرون شلون؟ من اصبح حفله خلونا ننام بعدين يصير خير. المهم صح الصبح طال عمرك وركب فرسه وتوجه للصحراء يفكر. وراح قطع مشوار بعيد بالصحراء. يوم حس ولا هو بخلاء، والشمس طال عمرك صارت بمنتصف السماء، ومات من الحر وعطش وبماء. وقام يتلفت يمين ويسار. هو يتلفت كذا ويشوف له دخانه طالع من بعيد كذا. قال اكيد ان في ناس موجودين هناك، خلنا نلحق عمري قبل لا اموت. ويتوجه على الدخانه هذه. على ما قيل ما في دخان من غيرنا. راح الرجال طال عمرك يوم راح هناك ويلقى له ولد شاب صغير شاب بالضو وعنده مرته وقدامه غنم وبيت الشعر بدوي. قال يا ولد هذا ايش جابه بهالصحراء؟ السلام عليكم. السلام يا مرحبا. اقلط يلا حي وكذا. يوم جاي بيقلط انتبه كذا على بيت الشعر ولا معلق الله يعزكم كلب، معلق كلب مذبوح ومعلق على بيت الشعر. فاستغرب، جلس مع الرجال قلطوا وشرب الماء. قال الشاب هذا البدوي قال من انت؟ قال انا عابر سبيل. قال حياك الله. المهم خذوا بالسوالف. قال بسألك سؤال. قال سم. قال له ايش سالفه الكلب اللي معلقه برا؟ قال هذا سالفته طويله. قال عطني السالفه الطويله. قال طال عمرك هذا الكلب كان يحاميني من كل شيء موجود، من لصوص من ذئاب من كل شيء يحاميني منه، لدرجه اني اخليه احيانا هو يروح يودي الغنم ويجيب الغنم. تخيل يعني يروح يودي الغنم ويجيب الغنم وما يلمسهن لمس. شيء خرافي الكلب هذا، فل اوبشن. يقولوا مرت الايام والشهور بعدها طال عمرك شفت الغنم عندي قاعد ينقص. وش اللي نقص الغنم؟ استغربت يمين يسار احاول ابحث ما لقيت سبب. وانا عارف الكلب اللي عندي الله يعزكم كلب محترم مستحيل انه يخون فيني، واشوف عنده مواري اللي كلا له عجه ولا كلا شيء. فاستغربت من الموضوع. يقول بيوم من الايام يوم خليته يروح مع الغنم قلت خلني اراقبه اشوف شو يسوي هالكلب هذا. يقول واروح طال عمرك واراقبه من حدها التلال هذه واشوف شو الموضوع. يقول اقشر ما علي ولا طال عمرك ذيبه جايه مقبله من بعيد. يقول قلت الكلب الحين ينتفض عليه.
يقول يجي عنده طال عمرك تلحوس وتمنظر. طلع الرجال عاشق، هو الذئب طال عمرك، وراحت ساعات وضحك وسوالف ولا كني موجود اصلا. يقول يوم خلص مع الذيبه طال عمرك راح ارخمه هذا حط راسه ونام، وتطلع الذيبه وتتوجه على الخرفان وتاخذ له حدا النقوه الزينه وتطلع. فعرفت ان الكلب هذا الله يعزكم خون فيني، فمسكته وعلقته من رجوله وحللته، وهذا اللي انت تشوفه طال عمرك على الخيمه. الملك تعرف اللي تقول صافعه على عينه طالع. قال والله يا فلان انك اعطيتني درس وانت ما تدري. قال وش الدرس؟ قال بعدين تعرف. على العموم انا متوكل على الله بمشي، لكن انت خذ سهمي هذا، وركز السهم على الارض. قال خذ السهم هذا وتعال الملك اللي اسمه بهرام، ما عرف بنفسه، ما قال اني انا بهرام، قال تعال عليه ان احتجت شيء من حوائج الدنيا. كان الرجال يمون على الملك. المهم طال عمرك يتوجه، يوم توجه للقصر ويجلس طال عمرك بالقصر، قال جيبوا لي روشن. يوم جلس ويجيه روشن، قال له روشن الفلوس وين؟ قال والله طال عمرك، قال اقول لك الفلوس وين؟ انت رجال من صادق وباين عوينات الكذوب. يوم انه طال الحكي قال للوزر اللي عنده، قال ربطوه كبلوه حطوه بالسجن وطلعوا لي السجناء كلهم، ابي اشوف السجناء، ابي اشوف شنو سوالفهم هذه، ابي اشوف وش عندهم. واعلنوا للناس اني سجنت روشن، اللي عنده شيء على روشن يجي يقول لي. هل كادوا يجون الناس زحف من كل مكان، والسجناء يطلعون، طلعوا كلهم اشراف. يا ولد اقشر ما عليه. يوم انه جلس طال عمرك ويدخل واحد ورا الثاني، ما هي قضايا، ما هي بلاوي. واحد منهم يقول انا كانت لي مزرعه، المزرعه هذه كانت مجاوره روشن، وجاني روشن قال بيع، قلت ماني بايع. قال اجل انت تخالف قوانين الدوله، ويرفع علي قضيه طال عمرك ويسجنني ويتلني، والحين انا بالسجن صار لي حول السنه. ويجيب الثاني، قالوا انت ايش عندك؟ قال انا رجال كريم سبله، انا فاتح بيتي طال عمرك لا الطرقيه كلهم. والرجال جاني اللي اسمه روشن قال انت اكيد عندك كنز ولا انت حرامي. قال يا ولدي من يسار، قال تلو طال عمرك ويسجنوني. ويجي للثالث، قالوا ايش عندك؟ قال انا رجال بائع مجوهرات وجاي من العراق، وشرى مني روشن عقد لولو وما اعطاني فلوسه. يقولوا مره الزمن علي، وبيوم من الايام يوم اني طلبته بالفلوس ارسل علي جنود، ويوم جو الجنود طال عمرك وخذوني عنده، كنت متوقع ان هذا الرجال راح يعطيني فلوس. يقول يوم جيت عنده ولا يقول تبي فلوس؟ انت تدور فلوس؟ ما تعرفني انا منو؟ تعال. يقول يمسكني طال عمرك في السجن، صار لي سنه ونص، وقضيه ورا قضيه، مزرعه، بيت، ارض، ضرائب، يا ولد شيء خرافي. انجن الرجال هذا، انجن بهرام. قال وش هاللي صاير هذا كله؟ وهو طال عمرك يصادر كل اموال روشن ويجمع الدنيا كلها. قال اللي له حلال عندنا يجي ياخذه الحين، ويتجمعون الدنيا كلها طال عمرك وياخذون فلوسهم ويتوكلون على الله. والتجار طال عمرك يقومون يدفعون فلوس طال عمرك للدوله، ويقولون حبيبي حنا لك، توكل على الله، شو اللي تبي، ما دامك شلت لنا الله يعزكم الكلب هذا، انتهى الموضوع. يوم شاف الامر استتب كذا، قال طلعوا لي روشن. يطلعون طال عمرك روشن، قال جيبوا اخويا وكلهم المقربين. يوم اسالكم قبل يا تعال. ويمسكهم ويصدر فيهم حكم قتل ويعلقهم على ابواب القصر، وكل من جاء طال عمرك شاف روشن وشاف الله يعزكم الكلاب اللي معه. وهو يجي طال عمرك ويحشد الجيش على اساس انه يروح للحاكم هذا اللي يبي يسوي عليه انقلاب. وارسل رساله للحاكم. يوم جته الرساله وعرف اللي صار بروشن وغيره، قال هذا والله انا مستهين فيه، هذا يا ولد ذبح الدنيا اللي حتى روشن يا ولد خويه، لا بالله. ويرسل له طال عمرك اعتذار، قال يا ولد تكفى، وهذا الجزيه وهذه الامور كلها تكفى، كفني شرك وخلاص انتهى الموضوع. شوف لما مارس سلطته بشكل صحيح ذبح الكلب ما حد تجرى عليه. تمر طال عمرك الايام ويرجع طال عمرك الوضع طبيعي، والميزانيه حقت الدوله على طول ارتفعت، وصارت الامور على كيفك. الوكاد طال عمرك نرجع حق الخيمه. راعي الخيمه اللي اعطاه الحكمه بالبدايه من ذبحه الكلب الله يعزكم، جاء طال عمرك جته حرمته، قالت له يا ولد انت يوم طقنا الفقر وطقنا الجوع هنيا، ليه ما تاخذ السهم هذا اللي يتركه لك الفارس الشجاع هذاك وتروح توجه للحاكم، كنت تحصل لنا شيء. قال والله خاف انه ما في. قالت خذ السهم وتوجه على الحاكم، يمكن انك تحصل لك شيء. خذ السهم طال عمرك توجه عليهم، ما يمدي يجي عند القصر. قال يا الربع ابي اشوف الحاكم. طلعوا فيه اللي عند القصر، قالوا انت منو تشوف الحاكم؟ قال انا قولوا له عندي السهم هذا. راحوا الحاكم قالوا في واحد عنده سهم ويقول يبي يشوفك. قال خلوه يدخل. يوم دخل اقشر ما عليه وطالع، ولا هذا الفارس اللي يعرفه قبل اللي جو للخيمه، طالع ولا يقول انت يا طول العمر انت الحاكم؟ قال لي بالله انا الحاكم بس ما بغيت. قال انا ما سويت الواجب معك. قال لا بالله سويت الواجب واكثر، عز الله انك افدتني وانت اللي نهضت بالدوله برايك السديد، رايك العظيم. ذبحت كلبك وانا ذبحت كلبي.
وهو طال عمرك يكرمه ويعطيه طال عمرك 7000 شاه ويعطيه الذهب والمجوهرات والدنيا، وقال له انقل جيب خيمتك وبيت الشعر تعال خذ لك قصر يمنا، ويسيطر على زمام الأمور بشكل قوي جدا. ليه؟ لأن الله يجزيكم ببحث سلب. تواجه على خير. السلام عليكم.